السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. استشهاد المناضل رمضان محمد نور. بدأ مشروع مياه حرقز تقديم خدماته. توزيع شتو الفواكه الهضبة على منمي وسكان مديرية نقفة. مقتل 7 في هجوم لجماعة الشباب قرب العاصمة الصومالية. إيران تشترط رفع العقوبات للعودة إلى إجراءاتها النووية. مقتل 6 مسلحين وجندي في الجانب الهندي من كشمير. استشهد المناضل والقائد الرمز الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا السابق رمضان محمد نور في 29 من ديسمبر الجاري عن عمر بلغ 83 عاما. التحق المناضل رمضان محمد نور بصفوف الثورة في العام 1964 وعمل مفوضا للمنطقة الرابعة في جبهة التحرير الإريترية، وهو أحد مؤسسي قوات التحرير الشعبية. قضى المناضل رمضان محمد نور 57 عاما من عمره في النضال الوطني وإعمار البلاد، وكان مناضلا وفيا وقائدا نموذجيا، وخدم 10 سنوات كأمين عام لقوات التحرير الشعبية بعد أن تم اختياره في المؤتمر الأول، ولعب دورا رائدا في تأسيس قسم العدالة للجبهة الشعبية، وكان أول مسؤول للقسم. وخدم المناضل رمضان محمد نور بعد الاستقلال كحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر ووزيرا للعدل، وخدم شعبه ووطنه بوفاء وقيادة مثالية. المناضل رمضان محمد نور أب ل6 أبناء، وقد استشهد أثناء تلقيه الرعاية الصحية في العاصمة السودانية الخرطوم. وتعرب الحكومة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل والقائد المثالي رمضان محمد نور، وتقدم تعازيها الحارة للشعب الإريتري وأسرته ورفقائه المناضلين. وستقدم معلومات فيما يتعلق بمراسيم الدفن لاحقا. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة والقاشبركة قد أظهرت إصابة 34 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 17 من الإصابات في الإقليم الأوسط، 2 في مركز العزل و15 في مراكز الفحص، وهما 3 في إمباغاليان، وإصابة واحدة في كل من ترافولو وصلوت ومايتمناي وسلع دار وعدو قعداد ووسط المدينة ومعسكر دندن وبراديزو واندابوند وفيلاجو ومصابان قادمان من مندفرة وشامبوكو. و9 إصابات في مركز الفحص بالإقليم الجنوبي، 7 من مندفرة و2 من دواروا، وكذلك 7 إصابات من مراكز الفحص في أقليم عنسبة، 3 من كرن و2 من علا برعد، ومثلها 2 في عتيك ليزان، وإصابة في مركز الفحص ببارنتو إقليم القاش بركة. في غضون ذلك شفي 20 مريض كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 17 في الإقليم الأوسط و3 بإقليم جنوب البحر الأحمر. وتوفي مريض كورونا من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 87 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7982، شفي منهم 7731، وتوفي 75 مريضا، فيما لا يزال 176 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 30 من ديسمبر لعام 2021. بدأ مشروع مياه الشرب الصالحة في عد حرقز بمديرية صرونة الذي أنشئ بتكلفة مالية بلغت 3.3 مليون نقفة بتقديم خدماته. ويشتمل المشروع الذي شيد بتنسيق قدرات السكان وأبناء المنطقة على نبيب مياه بطول كيلومتر واحد وخزان كبير ونقطتي توزيع. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد إسحاق تصفى مريم في مراسيم التدشين في 19 من ديسمبر أن يوم التدشين هو يوم تاريخي حصد فيه سكان المنطقة ثمار جهدهم، مشيدا بالمساهمين.
من جهتها ناشدت مدير ضاحية عد حرقاس السيدة فقادو إيوب السكان للقيام برعاية جيدة بهدف تقديم المشروع لخدمات مستدامة. بدورهم أوضح السكان معاناتهم السابقة في الحصول على خدمات المياه، مما ساهم في عرقلة أبنائهم من مواصلة التعليم، إضافة إلى هدر الطاقة والأضرار الصحية، مؤكدين العمل بجدية للحفاظ ورعاية المشروع. وزع مكتب الزراعة في مديرية نقفة شتول فواكه الهضبة على المزارعين والسكان. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد صالح محمد علي أن شتول التفاح والخوخ التي غرست عام 2013 في فيدلباء توجد في وضع جيد، فيما تشتمل الشتول الموزعة هذا العام على شتول الجوافة والتفاح والبن. وأشار إلى تقديم إرشادات زراعية إلى جانب توزيع الشتول، فيما دعا خبير النباتات السيد محمد حامد لاتباع إرشادات وتعليمات الخبراء الزراعيين من أجل الحصول على نتائج عالية من أشجار الفواكه النامية. وقال الحاصلين على الشتول أنهم كانوا ينمون أشجار الفواكه بقدرات محدودة، مما أدى ذلك إلى تدني معارفهم حول تنمية أشجار الفواكه، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاز أعمال جيدة مستفيدين من السيمينارات والإرشادات المقدمة لهم. هذا ويسير سكان منطقتي باغلا وماريات في مديرية نقفة أنشطة حماية التربة وحفظ المياه بالتنسيق مع مكتب الزراعة والإدارة ورعاية الأشجار المعمرة وحمايتها. شهدت مدينة بارونتو مداولات حول أهمية التقانة في العملية التعليمية ورفع الكفاءة الأكاديمية. وقدمت دعوة في المداولة التي أجريت في 24 من ديسمبر للتعريف بالمكتبة الرقمية وسبل تساعد في رفع كفاءة الطلاب والتدريس واكتشافات تكنولوجية وخلق أجواء ترفع من دور المجتمع. وقال مدير مدرسة بيشا المتوسطة والثانوية الأستاذ كحس فقرين أن جهود جارية لإدخال وتحسين السبل العصرية لتعزيز العملية التعليمية إلى جانب سبل التدريس المساهمة في رفع كفاءة الطلاب بالتوازي مع المنهج الوطني، داعيا العمل بالسبل المنظمة للتقليل من النواقص وتعزيز دور المجتمع. من جهته قال مسؤول التعليم في مديرية بارونتو الأستاذ داويد كالالا إن التقليل من النواقص والمؤثرة سلبا على العملية التعليمية مهمة لا تترك للمدارس فقط، لذلك يجب على المجتمع والجهات الحكومية مواصلة الدعم الذي كانوا يقدمونه، داعيا المدارس العمل بالتركيز على سبل تساعد في رفع الكفاءة الطلابية. من جهتهم قدم المشاركون آراء وتوصيات تساعد في خلق مساحة لتبادل التجارب بين المدارس وتعزيز دور لجنة الآباء لتقوية دور المجتمع، وعلى المعلمين العمل بوفاء لنقل المعرفة وطلاب الاستفادة جيدا من الفرص المتاحة وغيرها من الآراء والتوصيات. قدمت تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وكفالة أسر الشهداء بلغت 55,000 نقفة و4,890 يورو. وبموجب المعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، فقد تبرعت السيدة سقوين نوغسي سبهاتو البالغة من العمر 98 عاما ب30,000 نقفة، ومواطن فضل عدم ذكر اسمه 1000 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما تبرعت مدرسة حلايا الثانوية ب24,000 نقفة لكفالة أسرتي شهيد لفترة عامين، مواصلة لكفالة 15 أسرة شهيد. في غضون ذلك تبرعت تنظيمات الجالية الإريترية والمرأة في مدينة دارمشتين الألمانية وضواحيها في إطار الخطوة المتخذة لكفالة 5 أسر إضافية تبرعوا ب3,000 يورو، فيما تبرعت الجالية الإريترية في جيسن الألمانية وضواحيها ب1260 يورو لكفالة أسر شهداء إضافية، ومجموعة حنداي في مدينة جيسن 630 يورو. كما تبرعت أسرة المتوفي برخت قبر مريم المقيمة في أسمرة باللحوم ومواد استهلاكية بقيمة 9,000 نقفة للأعضاء والمرضى في مستشفى جلاس العسكري.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قال ضابط شرطة وسكان إن مقاتلي جماعة الشباب الصومالية هاجموا بلدة قرب العاصمة مقدشو وقتلوا ما لا يقل عن 7 واشتبكوا مع قوات الأمن الحكومية. وذكرت الشرطة والسكان في بلد على بعد 30 كيلومترا شمالي مقديشو إن مقاتلي الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة هاجموا قوات الأمن التي تحرس جسرا عند مدخل البلدة وتقلبوا عليها. وقال النقيب بالشرطة فارح علي إن المقاتلين ظلوا لفترة وجيزة في البلدة بعد الهجوم ثم غادروا. قالت إيران إن احتمالات عودة الاتفاق النووي تتزايد رغم التصريحات الأوروبية المنحازة، بينما تحدثت الأطراف الأوروبية عن تقدم يصغر في نقاط تقنية بشأن طلبات طهران. وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقر أن المحادثات في العاصمة النمساوية إيجابية وتمضي بشكل جيد. وقال إن إيران ستعود عن إجراءاتها النووية بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا. وأضاف كبير المفاوضين الإيرانيين في تصريحات صحفية أن قبول اقتراح بلاده بشأن الضمانات ورفع العقوبات يسرع التوصل لاتفاق، مشددا أنه يمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير شرط جدية واشنطن بشأن رفع العقوبات. وكانت مصادر غربية في فيينا قد نقلت عن باقر تأكيد سلمية البرنامج النووي لبلاده واستعدادها لإخضاعه للمراقبة. وختمت المصادر قولها أن باقري أبلغ الأطراف الأوروبية باستعداد طهران للعودة إلى الاتفاق والالتزام بكل بنوده بشرط عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات. قال مسؤول أن قوات الأمن الهندية قتلت بالرصاص 6 مسلحين وفقدت جنديا في سلسلة عمليات بمنطقة كشمير المتنازع عليها، وذلك مع استمرار حملة على الجماعات المسلحة بعد مقتل عدد من المدنيين هذا العام. وقال فيكاري كوماري قائد شرطة وادي كشمير قتل 6 مسلحين بينهم 2 يحملون الجنسية الباكستانية في مواجهتين منفصلتين مع قوات الأمن في منطقتين أنانتنانغ وكورونغم في كشمير. وتتهم الهند منذ فترة باكستان بإزكاء تمرد منذ التسعينيات في كشمير، وهي منطقة تقع في الهيمالايا، ويطالب كل طرف بالسيادة عليها كاملة، لكن كل منهما يسيطر على أجزاء منها. وتنفي باكستان الاتهام وتقول إنها لا تقدم سوى دعم دبلوماسي ومعنوي لسكان كشمير فيما يتعلق بحق تقرير المصير. أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى فضاء من مركز شيتجانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سينشوان جنوب غرب الصين. وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية بحسب وكالة شينخوا الصينية للأنباء أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز الوانغ مارش 3B ودخل إلى المدار المخطط له. وتعد هذه هي المهمة رقم 405 سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز الوانغ مارش. والاثنين الماضي أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه تم بنجاح إطلاق قمر صناعي بصري جديد إلى الفضاء لصبر الأرض من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانسي الواقع شمال البلاد باستخدام صاروخ ناقل. تذكير بأهم العناوين. استشهاد المناضل رمضان محمد نور. بدأ مشروع مياه عد حرقاز تقديم خدماته.
توزيع شتو الفواكه الهضبة على منمي وسكان مديرية نغفا. مقتل 7 في هجوم لجماعة الشباب قرب العاصمة الصومالية. إيران تشترط رفع العقوبات للعودة إلى إجراءاتها النووية. مقتل 6 مسلحين وجندي في الجانب الهندي من كشمير. انتهت النشرة وإلى اللقاء.